السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ سمحتوا قبل كده عن كسكسي بيتعمل من غير دقيق؟ لا، وكمان من غير حلة بخار، وفي اقل من 3 دقايق هتحضريه ويطلع معاكي بالجمال اللي انت شايفاه ده. عايزه اقولك بقى ان وصفة الكسكسي دي منتشرة اليومين دول على اليوتيوب. بصراحة كنت مترددة ان اجربها، فقلت هجربها ولو عجبتني هصورها وهنزلها لكم. عايزه اقول لكم بقى ان اقسم بالله اول مره في حياتي ادوق كسكسي بالطعم وبالجمال ده. يلا نسمي الله ونبدا الفيديو بتاعنا، بس ما تنسوش لايك وشير كتير للفيديو، كمان اشتراك في القناه. واهم حاجه تكملوا معايا الفيديو للنهايه علشان تشوفوا كل الخطوات. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. واول حاجه على نار متوسطه حطيت طاسه، والطاسه تكون كبيره شويه. هنزل بقى بمعلقه كبيره من السمن البلدي، ومعايا كمان مكعب من الزبدة. تقدري تعملي الوصفة بزبدة بس أو بسمنة بس على حسب ما تحبي. أنا عملت ميكس كده بين السمن البلدي وبين الزبدة. بسيب بقى الزبدة لما تسيح كده الأول مع السمنة. أول لما الزبدة تفك معايا بالشكل ده هبدأ أنزل بكوباية من سميط البسبوسة. ده السميط اللي بنعمل بيه البسبوسة، بجيبه كده سايب من عند العطار. تمام، نزلت كده بكوباية. عايزة بقى تعملي مقدار كوبايتين 3 زي ما انت عايزة. جربي الأول في كوباية كده زي ما أنا عملت، وبعد كده بقى هتعمليه كل يوم. بصوا بقى، نزلت كده بكوباية دقيق السميط وهبدأ أقلبها باستمرار. طبعا النار بتكون متوسطة، أنا عايزة بس أشوح السميط مع السمنة، يعني مش عايزة السميط ياخد لون، يا دوب بس يسخن كده ويتغلف كل حبيبات السميط بالمادة الدهنية، مش عايزة أكتر من كده. وخدي بالك من النار، أهم حاجة النار تكون هادية علشان دقيق السميط ما يلونش ويتحمص كده وياخد لون منك. بس كده، هنا كده سخن كده معايا وتغلف كده بكل المادة الدهنية زي ما انتوا شايفين. تعالوا هنا بقى نبدأ ننزل بأول كوباية من المية المغلية. ضروري ان المية تكون مغلية. نزلت كده بكوباية وببدأ برضو أقلب كده لحد السميط ما يشرب كوباية المية. وتعالوا بقى ننزل بنص كوباية كمان، يبقى كوباية دقيق السميط هتاخد معايا كوباية ونص من المية المغلية. بعاير بنفس الكوباية، خدوا بالكم. بس كده، هبدأ بقى أعلي النار، بس يعني هتكون النار متوسطة مش أكتر من كده، وبرضه باستمرار، وأبدأ أقلب بالمعلقة اللي بلاستيك بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طيب هنا بقى الوصفة الأساسية، إنك بتفضلي تقلبي في السميط بعد ما نزلت عليه بالمية المغلية لحد ما يفرول بقى معاكي كده ويبقى حبيبات. هتبصي بقى تلاقيه كتل زي ما انت شايفة كده في الأول، لكن طبعا طول ما انت بتقلبي هيبدأ بقى يبقى حبيبات كده معاكي ويفرول من بعضه. انا هنا بقى جيت للمرحلة دي ورفعت الطاسة من على النار. طبعا انا قلت طول ما هو على النار هينشف، انا محتاجاه يكون طري كده كأننا مسويينه على البخار. فرفعته من على النار وسبته كده على الرخامة لمدة بس 5 دقايق. أنا عايزاه يهدى بس، وهبدأ بقى أضربه في الكبة ضرب متقطع. بصوا بقى، ضرب متقطع بس ضربتين 3 مش أكتر. ولو ما عندكيش كبة هتعمليه في المطحنة بتاعة الخلاط، أو حتى في شفشق الخلاط هتحطي معلقتين معلقتين كده وتبدأي تضربيهم كده ضرب متقطع. بصوا بقى هنا بعد ما عملته في الكبة هبدأ بس أنزل بيه كده في الطبق. بصوا طبعا برضو تحسوا ان هو لسه سخن، فلازم نسيبه يهدى الاول شوية قبل ما نضربه في الكبة. عايزة اقولك بقى انه في جميع الاحوال هو مش هيعجن ابدا. وفي خطوة تانية بقى، لو مش عايزة تضربيه في الكبة، ممكن بعد ما ترفعيه من على النار وتسيبيه يهدى برضو كده 5 دقايق، هتجيبي المنخل السلك وهتبدأي تعديه بس كده من المنخل السلك. هينزل بقى معاكي برضو حبيبات كده زي الكسكس اللي بنعمله بالدقيق بالظبط. لو وصلتوا معايا بقى لحد هنا من الفيديو ما تنسوش اللايك، حلوين. اعملوا لي لايك للفيديو وسيبوا لي تعليق حلو كده زيكم. قولوا لي بقى ايه رأيكم في الوصفة بتاعت النهاردة. بصوا بقى، خلصت كده اخر حبة كده من الكسكسي وبرضه بضربهم في الكبة. وتعالوا بقى نبدأ برضه نرجعهم كده في الطاسة وبظهر الاسباتيولا، وهبدأ بقى اوريهولكوا كده هو قد ايه حبيبات. عايزة اقول لكم مفيش حباية ماسكة في التانية. بصوا، هرجع برضو اللي في الطبق في الطاسة علشان مش هعرف اعمل الحركة دي في الطبق علشان الطبق ملهوش حرف. بصوا بقى الجمال، بصوا اللون بتاع الكسكسي، واحلى حاجة بقى انه طاري كده كأنك مسوياه في حلة بخار بالظبط. ودي التركاية بقى المهمة اللي كنت عايزاكوا تاخدوا بالكم منها.
ما تفضلوش تقلبوا فيه كده على النار لحد ما يوصل للمرحلة دي. اول لما يتشرب المية لازم ترفعوه من على النار وتسيبوه يهدى كده شوية، واضربوه بقى في الكبة، هيبقى معاكوا تحفة. تقدروا تاكلوه بقى حادق، تقدروا تاكلوه بالسكر، حاجة كده بجد قمر. جميل يا جماعة، بجد جربوه هتتوهموا من الطعم. حاجة بقى سريعة كده وسهلة، كمان داخل علينا الشتاء، تقدري بقى تحضريه في أقل من 3 دقايق. في الشتاء طبعا الحاجات دي بتكون مطلوبة، بتدي طاقة كده وبتدي حرارة للجسم، وكلنا بندور على حاجة حلوة كده وسريعة التحضير، فمش هتلاقي أحلى من دي. بصوا بقى، هبدأ هنا أزينه بالسكر البودرة، وكمان عندي بقى بواقي كده من مكسرات رمضان، عندي جوز هند وعندي كمان زبيب، ومعايا كمان سوداني. اي حاجة متوفرة عندك في التلاجة هتزيني بيها، حتى لو ما عندكيش حاجة خالص ورشيتي كده على الوش شوية من السكر المطحون، بجد بيبقى قمر. حط بقى كده كمان شوية من السوداني، ولقيت عندي بقى واحدة كريزاية كده يتيمة في التلاجة، والله ما كان عندي اللي هي، قلت لما اجيبها بقى كده واحطها في نص الطبق هتدي شكل تحفة. بس كده، ده بقى كان طبق الكسكسي السريع بتاعنا النهاردة، من غير دقيق ومن غير حلة بخار ومن غير بقى هدة حيل وتعب قلب. تحفة يا جماعة، بجد لازم تجربوه. هتعمليه بقى للفطار، هتعمليه للعشاء، عايزة اقولك والله ما هتبطلي تعمليه. حاجة كده طعمها من الآخر تحفة بجد. بصوا بقى الجمال، كمان كوباية واحدة بس من دقيق السميط عملت لنا كل الطبق الجميل ده. بس كده، ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، اتمنى الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش لايك وشير كتير للفيديو، وكمان اشتراك في القناة. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.